عندنا طيب الدرس الأولاني احنا خلصنا جزء كبير جدا فيه، وكان فاضل لنا فيه الجزء بتاع الألوان والسؤال عن الاسم والصفة والسؤال عن الاسم والعمر. دول اللي كانوا فاضلين في الدرس الأولاني، وبعدين ناخد الدرس الدرس التاني. اوكي يلا بينا. باقي الدرس الأولاني في عندنا في الدرس الأولاني دوت لي كولور يعني الألوان. الأول كده لازم أكون حافظ إن كلمة كولور كلمة مؤنثة عشان لما يجي يسألني فيها. طيب كل الألوان في الفرنساوي مذكرة، بنختار قبلها يا إما لو للمذكر يا إما الأبوستروف. كل الألوان عندنا في الفرنساوي مذكرة، بنختار قبلها يا إما لو للمذكر أو الأبوستروف بس. طب اختارها كده امتى؟ لما يجي يقول لي مثال مثلا كده جيم، انا احب نقط روج الاحمر، ويجي في الاختيارات يقول لي تختار لو ولا لا ولا الا ابوستروف ولا ليه. انا عارف ان كل الالوان عندنا في الفرنساوي مالها مذكره، وكل الالوان بنختار قبلها ايه؟ يا اما لو يا اما الا ابوستروف. يبقى هنا في الحاله دي يا مسيو هنختار اللو بتاعه المذكر. طيب اما يجي مثال تاني مثلا كده يقول لي je déteste معناها انا بكره، je déteste انا اكره نقط اورانج. اورانج اللي هو اللون الايه؟ البرتقالي. ويجي في الاختيارات يقول لي تختار لو ولا الابوستروف ولا ليه ولا لا. انا حافظ ان كل الالوان في الفرنساوي مذكره، بنختار قبلها يا اما اللو يا اما الابوستروف. اورانج هنا لون يبدا بحرف متحرك، علشان اقول له حرف متحرك يبقى هنختار في الحاله ديت ايه؟ الابوستروف. يبقى احنا عرفنا كده اول سؤال ممكن يجي لنا في القواعد ان كل الالوان في الفرنساوي، ان كلمه لون اللي هي كلمه كولور مالها كلمه مؤنثه، ولكن كل الالوان في الفرنساوي مالها مذكره، بنحط قبلها يا اما اللو يا اما الابوستروف. طيب الالوان عندنا منها المذكر ومنها، عايزين نخلي الصوت بيقطع المذكر. يا مستر. الصوت بيقطع عند كل يا اولاد؟ الصوت بيقطع عند لا. الكل ولا كده مظبوط؟ كده مظبوط. الالوان عندنا مذكر، انا عايز اخليها مؤنث. اولا احنا عرفنا الحصه اللي فاتت ان الكلمه المذكر قبلها لو او ان او مون او طون او كلمه ايه؟ سون. كل دول بيعرفني الكلمه اللي قدام عينيا كلمه مذكره، ولكن بعرف ان الكلمه مؤنثه لما بيكون قبلها لا او اون او ما او تا او كلمه ايه؟ كلمه صا. طيب الالوان اللي عندي عايز احولها من المذكر للمؤنث. اولا كده اي لون موجود في اخره حرف الاي بالفعل فهو بينفع للمذكر والمؤنث. يعني معنى كده كلمة روج اللي هي معناها احمر، لما اجي اخليها مؤنث هل هيحصل فيها اي تغييرات؟ هتفضل زي ما هي، لان الروج بينفع للمذكر والمؤنث. اللون الروز اللي هو اللون الوردي، اللون البينك ماله؟ قال لي بينفع مذكر ومؤنث لان كده كده اخره حرف الاي. اللون الاورانج البرتقالي ماله هو كمان؟ قال لي برضو بينفع مذكر ومؤنث علشان في اخره حرف الاي. اللون الجن اللي هو اللون الاصفر برضو بينفع للمذكر والمؤنث. يبقى اي لون عندنا في الفرنساوي بيكون في اخره حرف الاي بالفعل فبينفع للمذكر وللمؤنث. كمان عندنا اللون البيج، اللون البيج برضو يا ميسيو بينفع مذكر ومؤنث. يبقى احنا عندنا دلوقتي 5 الوان حرف الاي جزء منهم في كتابتهم، فبالتالي الالوان ده هم بينفعوا للمذكر وللمؤنث. يعني ايه يا ميسيو؟ يعني لما اجي اقول لك جي انا امتلك ان ستيلو نقط، اقدر اقول هنا اهوت ان ستيلو روج انا معايا قلم احمر. ونفس الفكره اقدر اقول جي ان جوم روج انا املك استيكه حمراء. لاحظت هنا ان كلمه ستيلو مذكره ولا مؤنثه يا اولاد؟ مذكرة. مذكره، وبرضه استخدمت معاها كلمه روج اللون الاحمر لانه بينفع مذكر ومؤنث. هنا كلمه جم اللي هي استيكه مذكره ولا مؤنثه؟
مؤنث. وبرضه استخدمت يا مستر معاها كلمة روج. إذا الخمس ألوان دول لأن حرف الإي جزء منهم بينفعوا للمذكر وللمؤنث. انت هو اخر لون ايه؟ آخر لون بيج، اللون البيج. اللون اه البيج تمام. اللي احنا عارفينه كلنا لما تيجي تشتري طرحة كده بيج، دريس لونه بيج، بادي لونه بيج، حاجة كده. طيب اللون الفير، اللون الأخضر، قال لي هو كده ينفع للمذكر. طب أنا عايز أخليه يبقى مؤنث، قال لي تزود له في الآخر حرف إيه يا ولاد؟ أزود له في الآخر حرف الإي. يبقى هنا فير فيرت. طيب اللون البلو اللي هو اللون الأزرق، قال لي برضه هتزود له في الآخر هو كمان حرف الإي علشان ينفع للمؤنث. يبقى اللون اللي ما فيش في آخره حرف الإي أزود له أنا إيه؟ أزود له حرف الإي. طب إيه تاني؟ قال لي في عندك اللون النوار، اللون الأسود، ماله؟ علشان ينفع للمؤنث هنزود له في الآخر برضه حرف الإي. ادي نوار. طيب اللون الفيولي، اللون البنفسجي، قال لي في المؤنث بيتحول لكلمة اسمها فيوليت، بنزود له في الآخر كمان تي او. فيولي فيوليت. طب اللون الأبيض، اللون الأبيض اسمه بلون، المؤنث بتاعه بيتحول إلى كلمة اسمها بلانش. يبقى ادي الالوان عندنا. اللون اللي اخره بالفعل حرف الاي ينفع للمذكر وللمؤنث، واللون اللي ما فيهوش حرف الاي لازم أنا ازود له انا ايه؟ حرف الاي. يبقى روج روج، روز روز، اورانج اورانج، جون جون، بيج بيج. كل الالوان دول نفهم مذكر ومؤنث. فير فيرت، بلو بلو، نوار نوار، فيولي فيوليت، بلون بلانش. طيب يبقى عندك خمس برضو، يبقى عندك خمس ألوان تنفع للمذكر والايه للمؤنث، اللي هم مين؟ اللون الروج الأحمر، اللون الروز اللي هو الوردي، اللون الجون الأصفر، الأورانج اللي هو البرتقالي، اللون البيج. ونزود عليهم بقى، لسه بقول اهو، هنزود عليهم كمان لون بلطجي، اللون المارون. ماله اللون البلطجي ده؟ قال لي لما تتزنق في الامتحان في اي لون اختار اللون المارون. اشمعنى؟ اصل اللون المارون ده اهو بينفع للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللجمع، اللي هو اللون العسلي يعني. طب يا ميسيو انا لما باجي بحل ازاي؟ قال لي اما اجي اختار الصفة لازم احدد الموصوف، يعني احدد الصفة بتوصف كلمة ايه في الجملة اللي قدامي، والصفة المفرد المؤنث اخرها دايما لحد ما تخلص ثالثة ثانوي بقى هتلاقي اخرها دايما لازما حرف الاي. الصفة المفرد المؤنث اخرها دايما لما تيجي تختار اخرها حرف اي. طب الصفة الجمع المؤنث قال لي اخرها دايما، واحفظ الكلام ده عشان هناخده الحصص اللي جايه، اخرها دايما بتلاقي اي اس. الصفة الجمع المؤنث اخرها دايما اي اس. الصفة الجمع المذكر اخرها دايما حاجة من الاتنين، يا اما حرف الاس يا اما حرف الايه؟ الاكس. ولما تيجي تختار الصفة لازم تحدد ايه؟ الموصوف، لان انا خدت في العربي يا ميسيو ان النعت يتبع ايه؟ النعت يتبع المنعوت، والصفة بتتبع الموصوف من حيث نوعها هي مذكر ولا مؤنث، وعددها هي مفرد ولا جمع. لما اجي اقول مثلا كده لا رجل د خالد ايه، اختار يا ترى بلو ولا بلو ولا بلو ولا بلو. وانا هنا يا اولاد بوصف خالد ولا بوصف كلمة رجل اللي هي معناها مسطرة؟ مسطرة. يا مسود انا بوصف هنا كلمة رجل مسطرة. طب وكلمة مسطرة قدام عينك مذكر ولا مؤنث ومفرد ولا جمع؟ مفرد مؤنث. الصفة المفرد المؤنث اخرها دايما يبقى هنختار
تاني واحدة. الاختيار التاني. اوكي، اما اجي اقول لك مثلا جي ان ساك نقط، اختار يا ترى نوار ولا نوار ولا نوار ولا نوار اخرها يو اس. يا بس احنا هنا بنوصف نوار كلمة، أول واحدة. بنوصف ان ساك كلمة مفرد مذكر، يبقى هنختار في الحالة دي الأولى. طيب لو حب يضحك عليا وكتب لي كده لا كولور دي ساك ايه، اختار يا باشا نوار ولا نوار ولا نوار ولا نوار. المفروض مؤنث أول كلمة. ترجم بالعربي علشان تعرف تختار. بيقول لي هنا لون الحقيبة يكون اسود. إذا الصفة هنا عايدة على كلمة حقيبة ولا عايدة على كلمة لون؟ لون هتبقى عايدة التانية. على كلمة لون، يبقى هنختار أنهي واحدة؟ تانية. تانية. التانية. نفس الفكرة كده لما أجي أقول لك منى دي كوبين نقط، يا ترى أقول بافار ولا بافارد ولا بافار؟ طبعا دي لسه هناخدها في الدرس الثالث بإذن الله، ولكن تقدر تطبق عليها من دلوقتي. منى تملك صديقات. أنا بوصف منى ولا صديقاتها؟ منى بوصف صديقاتها. تبقى بافارد. ترجم علشان تختار الصفة صح. منى تملك صديقات رغايات، يبقى أنا هنا بوصف كلمة إيه؟ صديقات. صديقات. طب صديقات دي أنت حفظتها جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ جمع مؤنث. مؤنث أهي، وأنا كاتب لك أهو الصفة الجمع المؤنث آخرها دايما او اس. يبقى نختار لا يبقى نختار الأخيرة. طيب اما يجي يقول لي مثلا كده لي تروس دو ندى سون، اختار يا ترى بلو ولا نوار ولا مارون ولا فيولي. المقلمات بتاعت منى، هو انا بوصف هنا كلمة ايه؟ مقلمات. عندك يا باشا لونين اتنين، اول لما تلاقيهم في الاختيارات تختارهم. عندك لونين اول ما يبقى تشوفهم التالت واحدة. في الاختيارات تختارهم وانت مغمض. مين اللونين دول يا ميسيو؟ قال لي اللون المارون لانه بينفع لكل حاجة، وكذلك اللون الايه؟ الاورانج. اللونين دول اول ما تلاقيهم في الاختيارات ما تقراش الجملة، خلاص تختارهم على طول، اللون المارون واللون الاورانج. اشمعنى يا ميسيو؟ لان اللونين دول بينفعوا يوصفوا كل حاجة انت عايز تتكلم ايه عنها. فين الكلام ده عندك في المذكرة؟ اهو يا باشا في الورقة الأولانية. اهي ادي الورقة الأولانية. هتلاقي عندي انا على اليمين، ظاهرة لي انا على اليمين، مش عارف هي ظاهرة عندك على الشاشة. الشاشة فين؟ اهي. انزل في اخر الصفحة الأولى كده اهوت، انا عامل لك المذكر والمؤنث، وكمان كاتب لك اهوت اول لما تشوفهم اختارهم لانهم بينفعوا للمفرد والمذكر والايه والجمع وكل حاجة. تعالى معايا في المثال الأولاني، لا رجل، يبقى هنختار هنا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يبقى هنختار الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ التالتة مش اسمها ايه؟ حلو. مؤنث. لو ستيلو دي منى، القلم بتاع منى، يبقى انا بوصف كلمة القلم وواضح لي ان هو مذكر، يبقى هنختار التانية. اللي فيها الثانية. إلا الثانية. اون تروس، هو يملك مقلمة، لاحظت ان كلمة مقلمة مؤنثة، يبقى هنختار آخرها او. مارون. مارون. وفي بنوتة تقريبا حاضرة الحصة ومعاها بنوتة زميلتها حاضرة معاها عمالة بتتكلم معاها تقريبا يعني، بس أنا مش عارف أوصل ليها صراحة. وأنا وضحت قبل كده إن الجزئيات والحاجات دي كلها أمانة عندك وأنت ودينك وربك بقى. الجملة رقم 4، لو ساك دو ما كوبين، الحقيبة بتاعت صاحبتي، يبقى أنا بوصف هنا كلمة الإيه؟ الحقيبة. مكتوبة قدامي مذكر ولا مؤنث يا ولاد؟ مذكر.
مذكر، يبقى هنختار أول واحدة. أول واحدة. جميل. Les tubes de peinture، أنبوبات التلوين. على ما تحفظ إن شاء الله أدوات المدرسة أو أدوات الفصل هتعرف إن كلمة تيوب مذكرة، يعني هي كده مكتوبة قدام عيني جمع إيه؟ جمع مذكر. ولكن عندي في الاختيارات لون أول لما تشوفه تختاره أنهي لون؟ يبقى تالت واحدة. يبقى الأورانج. Les ciseaux اللي آخره إكس على طول ده مذكر يا ولاد، اللي آخره إكس على طول مذكر. دي كده جمع ايه؟ مذكر، يبقى هنختار اول واحده. جيم لا كولور، انا احب اللون، يبقى الكلام هنا عايد على كلمه لون، يبقى هنختار ثالث واحده علشان كلمه كولور كلمه مؤنثه. جميل. جيم نوت جون، انت قلت لنا ميسو كل الالوان في الفرنسيه مذكره، بنختار قدامها يا اما لو يا اما الا ابوستروف، يبقى هنختار هنا انهي واحده يا شباب؟ لو. لا كولور دي ليفر، لون الكتاب يكون، يبقى انا كده بوصف كلمه ايه؟ الكتاب. لا ترجمي بالعربي تاني. لون الكتاب. لون الكتاب يكون اسود. هو انا هنا وصفت احنا الكتاب ولا كلمه لون؟ لون. يبقى هنختار انهي واحده؟ الثالثه. ده بالنسبه للالوان، ده لما تجيلي بالقواعد بتجيلي بالشكل ده. طب ما ممكن تجيلي في المواقف يقول لي تسأل صديقك عن لونه المفضل، تقول له ايه؟ طبعا كلمة لون احنا قلنا هي كلمة مذكرة ولا كلمة مؤنثة اللي هي كلمة كولور؟ مؤنثة. كلمة مؤنثة، عشان كده ميسو هنحط لها كل اللي بدوبل ايه؟ بدوبل ال. كل كولور ام تي، يعني اي لون انت ايه؟ انت تحب، اي لون انت تحب. ايه اللون اللي انت بتحبه يا كابتن؟ اهو ممكن اقول له كلي تا كولور بريفيري، يعني ما يكون ايه يا اولاد؟ لونك المفضل، ايه اللون المفضل اللي انت بتحبه؟ ايه تاني؟ ممكن اقول له جيم لو نوار، انا بحب الاسود. اتوا، مين فاكر يعني ايه كلمه اتوا؟ وانت. ايوه وانت. انا احب الاسود وانت، وانت يا عم. ممكن اقول له ايه كمان؟ تا كولور بريفيري سي كوا، يعني ايه كلمه كوا؟ خدناها الحصه اللي فاتت. يكون. ايوه لونك المفضل يكون ايه؟ يبقى دول عشان اسال صاحبي اللي قدامي على اللون اللي هو بيحبه. اخلي بالي هنا يا ميسيو ان انا اخترت كل المذكر ولا للمؤنث؟ للمؤنث، عشان كلمه كولور كلمه مؤنثه اهو، اخترت لها كل بدوبل يا ابني. حتى كلمه بريفيري المفضل اخترتها هنا يا اولاد صفه مذكره ولا مؤنثه برضو؟ مؤنثة عشان عايدة على كلمة كولور. وعرفنا من الحصة اللي فاتت يا ميسيو إن كلمة كوا معناها بالعامية إيه؟ ومكانها دايما بتجيلي في آخر السؤال. طبعا السؤال ده ممكن يجيلي في الإيميل. طب الإجابة اللي أكتبها له إيه؟ أقدر أقول له جيم، أو أقدر أقول له جو بريفير، أنا أحب أو أنا أفضل، وتحط له زائد اسم الإيه؟ زائد اسم اللون. يعني يا ميسيو اقدر اكتب له في الاجابه كده جيم لو بلو، انا احب الازرق. اقدر اكتب له جو بريفير لو نوار، انا احب الاسود او افضل الاسود. طب لو قال لي ايه اللون اللي انت بتكرهه؟ اهو هغير الفيرب بس، اخليه جو ديتست، انا اكره لو وليكن روج. ده لما يجي يقول لي ايه اللون اللي انت بتحبه او اللون اللي انت بتكرهه. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي يا اولاد؟ نخش على الجزئيه اللي بعدها. يلا بينا. اوكي. بعد كده عندنا السؤال عن الاسم. احنا خدنا فيرب سابيلي ده الحصه اللي فاتت. يا ميسيو. اوكي. ويبقى احنا كان فاضل لنا اللون والسؤال عن العمر. عندنا فعل افوار. الفيرب ده زيه زي فيرب تو هاف. يعني ايه فيرب تو هاف في الانجليزي؟ يملك. امتلك، عندي، لدي. يبقى انا حافظ الثلاث معاني دول.
فعل avoir معناه يملك، عنده، لديه. j'ai أنا أملك. tu as أنت تملك. il a هو يملك. elle a هي تملك. يبقى عندنا أول واحدة اسمها j'ai على بعضها كده. tu as il a elle a j'ai tu as il a elle a nous avons طب أنا عندي سؤال يا أولاد، هو الفيرب ده مجموعة أولى؟ لا لا عشان لا مش يا آخره مس. أو. أيوه. vous avez ils ont ouais elles ont j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. الفيرب ده فيرب مجموعة تالتة، تحفظه زي ما هو كده. j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. ماله فعل avoir؟ قال لي بنستخدمه في السؤال والتعبير عن العمر. يبقى أي جملة تلاقيها في الامتحان بتتكلم عن العمر، بتسأل عن العمر، يبقى بنستخدم على طول تصريفات فعل مين يا شباب؟ فعل avoir. يجي لي في المواقف يقول لي أنت تسأل صديقك عن الآج. يعني إيه كلمة آج؟ العمر. تسأله تقول له إيه؟ هي كلمة آج مكتوبة قدام عيني مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى هنا نختار له كيل اللي بإل واحدة ولا بدوبل إل؟ إل واحدة. أهو. كيلاج تويا معناها أي عمر أنت تملك. كيلاج تويا هي نفسها لما أقولها تويا كيلاج معناها أنت تملك أي عمر. قال لي يا مستر ده هي عادي، فين المشكلة؟ بيشقلب لك السؤال، قال يعني هيلخبطك يعني. وممكن أخليها كيلاجا تي، كيلاجا تي برضو معناها أي عمر تملك أنت. هي الثلاثة بنفس المعنى، مفهومش اختلاف. أخلي بالي هنا من إيه؟ إن أنا استخدمت يا ميسيو كل المذكر علشان كلمة آج كلمة إيه؟ مذكرة. طيب الفيرب اللي أنت استخدمته هنا فيرب إيه؟ فعل إيه؟ تصريف فعل مين؟ قلت لي يا ميسيو دلوقتي تصريف فعل أفوار. أي جملة بتتكلم عن العمر بستخدم يا ميسيو تصريفات فعل أفوار على طول، عشان في الامتحان ممكن يلخبطني، يقول لي تختار فعل إتر ولا فعل أفوار ولا فعل إيمي. لا، أبقى عارف إن أنا لما بسأل عن العمر أو بجاوب عن العمر بستخدم تصريفات فعل أفوار. ممكن أقول اللي قدامي جي كانزون، أنا عندي 15 سنة. إتوا يعني عندي 15 سنة وأنت. ممكن أقول له كيلي يعني ما يكون. كيلي زيها زي بالظبط كده what is. كيلي توناج معناها ما يكون عمرك. كل دول عشان أسأل اللي قدامي عن العمر. أنا ممكن أقول اللي قدامي برضو توناج سي سيكوا يعني عمرك يكون إيه. كل دول ممكن يجوا لي في المواقف، وانا عارف ان انا في المواقف بختار اجابتين 2 تناسب راس السؤال. طب ما هو ممكن يجي لي في الايميل. الصوت بيقطع عند الكل يا اولاد ولا عند زميلتنا بس؟ لا ما بيقطعش. كويس. اوكي. اي سؤال من دول ممكن يجيبه لي في الايميل. طب انا هكتب له ايه في الاجابه يا ميسيو؟ عندك اجابتين، اقدر اقول له جي كانزون عندي 15 سنه، وممكن اقول له موناج ايه كانزون عمري يكون 15 سنه. ادي الاسئله اللي ممكن تجي لك على العمر في الامتحان، وافكار الاسئله بتاعت القواعد اللي ممكن تجي لك. تعال نشوف الجزئيه دي اهو. عندنا برضو في الصفحه الاولى تصريفات فيرب افوار تحت اهو. رقم 1 فو، هنختار الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الاخيره؟ زافون. فوزافي. ثالثه. الج هنختار لها
الأولى. أولى جي. تمام. مون أمي كلمة مفرد يا مسيو بتساوي إل أو إل، يبقى نختار الأخيرة. أخيرة. سارة إيه موا، أي اسم زائد موا بيساوي نو، يبقى nous avons. نوزافون. الأولى والثالثة زي بعض مش مشكلة. أوكي. لي كوبين دو مارك، مين فاعل الجملة؟ فاعل الجملة أول كلمة في الجملة، لي كلمة كوبين. جمع بتساوي إل افيك إس وإل افيك إس، يبقى هنختار أول واحدة. تالتة علشان يا ميسيو بتساوي إل افيك إس وإل افيك إس، أهي أنت ظللتها لنا أهي على ما نحفظها ونأكد عليها. تي أنت تملك أي عمر، أنهي واحدة بتاعتي تي؟ أول واحدة. أول واحدة. حلو أوي. مسيو لو سمحت، وات. هو الفعل سابولي ده بنستخدمه في ايه بالظبط؟ السؤال عن الاسم والتعبير عن الاسم فقط. تمام يا بقول مسيو، شكرا. لحد comment tu t'appelles comment vous vous appelez comment، هيرد عليا يقول لي جو m'appelle علي، il s'appelle احمد، elle s'appelle منى، يبقى بيستخدم للسؤال والتعبير عن الاسم وبس. طبعا انا لسه قايل شكرا لك يا دلوقتي عفوا يا كابتن ازاي تسال عن الاسم اهوت، وعلشان لو جات لك في الايميل اهوت ادي الجزئيه اللي انا لسه شارحها، وكمان شرحت لك السؤال عن العمر برضو، وبعد كده جينا على مفاتيح المواقف. الحصه اللي فاتت قلت لكم لازم انت ايه تذاكروها. سريعا كده السؤال رقم 1، صديقك بيسالك عن فصلك، لازم أنا اكمل بقيه السؤال يا ولاد. ماذا هو يقول؟ صديقك هو اللي هيسالك عن فصلك، فهيقول لك ايه؟ كليتها كلاس. رقم ب، وانهي كمان؟ En quelle classe tu es? اون كيل كلاس تويه، في اي فصل انت تكون. انت يا ميسيو اخترت اجابتين ليه؟ علشان سؤال المواقف في الامتحان بتختار اجابتين اتنين تتماشى مع راس السؤال. اللي بعده، انت تسال صديقك عن ايه يا اولاد؟ عن النوم. الاسم. كمل السؤال، فماذا هو يقول؟ هو هيرد عليك بقى، انت سالته عن الاسم فهو هيرد عليك. نو سيمار. جو مابيل علي. جو مابيل علي ومون نون سي مارك. جميل. يلا بينا على السؤال رقم 3 فوق. لازم تحدد راس السؤال هو بيسأل عن ايه اهو. انت تسأل صديقك عن الاج، عن العمر. كيسك تي دي، ماذا انت تقول له؟ بتسأله تقول له ايه؟ Quel est ton âge? رقم وايه كمان؟ J'ai 15 ans et toi? جي 15 ans et toi. جميل. ton ami te demande، صديقك بيسألك عن الادريس بتاعك، فماذا أنت تقول له؟ هو سألك عن العنوان، فماذا أنت تقول له؟ Où habites-tu؟ لا. J'habite à Kiev. تاني. السلام سي. بص يا أولاد، أنتوا تقولوا لي A أو B أو C أو D، محدش يقرأ. تاني كده، صاحبك بيسألك عن العنوان، فأنت هترد عليه تقول له إيه؟ بي وسي. بس B وسي. يبقى نفهم الرأس السؤال الأول، أتخيله الأول وبعدين أختار الإجابة. أهو تعالى ما نتخيل كده. تسأل مدرسك عن الاسم، فماذا أنت تقول له؟ أنا اللي هسأل المدرس عن اسمه، يعني أنا عايز أقول له اسم حضرتك إيه؟ يبقى هنختار إيه comment vous vous appelez ودي quel est votre nom. أنا اخترت هنا الفو لأن الضمير الفو معناه أنتم أو حضرتك. أنت تسأل مدرسك عن العنوان، عذرا صديقك عن العنوان، فماذا هو يقول؟ أنت بتسأله عن العنوان فهو هيقول لك إيه؟ هيرد عليك يقول لك إيه؟ إيه أميتة باريس هيبقى إيه؟ ايه وايه. أيوه و تي تبريزونت، قرأناها الحصة اللي فاتت. أنت تقدم نفسك، يعني بتتكلم عن نفسك، يعني عايز تقول أنا، يبقى هنختار سي ودي. رقم سي موا معناها أنا خالد، ودي جو مابيل بيير، أنا اسمي بيير. أنت تسأل صديقك. نعم. ليه ما اخترناش ترجمها لي، يعني إل. هو. هو. جميل قوي.
طب دلوقتي رأس السؤال بيقول لك ايه؟ انت بتقدم نفسك، ينفع اقول له هو اسمه كذا؟ ما تنفعش. تمام. يلا بينا. انت تسأل صديقك عن العمر، فماذا هو يقول؟ انت سألته عن عمره، فهو هيرد عليك يقول لك ايه؟ A B moi j'ai 15 ans و D دي عمري 16 سنة. الله ينور عليكم. صديقك بيسألك عن لونك المفضل، فماذا أنت تقول؟ صاحبي بيسألني عن اللون اللي أنا بحبه، فأنا هقول له إيه؟ هيبقى ايه؟ وسي. يبقى لازما تترجم السؤال بتاع المواقف زي ما أنا بعمل كده، كأنك قاعد على المصطبة كده وتتخيله. أهو tu présentes، أنت تقدم ton copain، صاحبك، فماذا تقول؟ أنا هنا بقدم ولد ولا بنت؟ قال لي ton copain، ولد. يعني أنا عايز أقول هذا كذا. ماشي. أو الأولى تمام. شوف اللي بعدها كده. tu présentes une camarade، زميل ولا زميلة؟ زميلة زميلة. يبقى هنختار B دي ب و تمام. ton ami te demande، صديق عذرا te demande à ton professeur، بتسأل المدرس عن العمر، فماذا أنت تقول له؟ عايز أسأل مدرسي عن سنه، هقول له إيه؟ بي رقم ب كلي فوتراج، مع عمر حضرتك. D C وسي، أنا عندي 15 سنة وحضرتك. صديقك بيسألك عن العنوان، فماذا هو يقول؟ صاحبي بيسألني عن عنوان، فهو يسألني يقول لي إيه؟ A ماشي. ودي تمام. نشوف اللي بعدها. ton ami te demande، صديقك بيسألك عن الفصل، فماذا أنت تقول له؟ B صديقي بيسألني عن الفصل، فأنت تقول له إيه بقى؟ أو D أنا في فصل 1A، ودي أنا في فصل 1B. تمام. ادي شكل سؤال المواقف في الامتحان عشان ما حدش يتلخبط. انت تسأل صديقك عن الاسم، فماذا انت تقول له؟ انت بتسأله عن الاسم، فانت تقول له ايه؟ عايز تقول له انت اسمك ايه يا ابني؟ تبقى استنوا بس، زميلتنا اللي بتقول هنحتفها بقلب توب دلوقتي. بص في راس السؤال كويس كده، بتسأله عن الايه؟ عن الاسم. يبقى صح. تيتا بالكومون و ton nom c'est quoi؟ ما هي دي بقى الحاجات اللي بتلخبطنا في الامتحان. يبقى في رأس السؤال هو بيسألنا عن حاجة معينة، وانا اروح اختار حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالسؤال من فوق. يبقى لازم اظلل كده فوق اهو. صديقك بيسألك عن ايه؟ اللون المفضل. كمل. فماذا هو يقول؟ صاحبي بيسألني عن اللون اللي بحبه، فهو يقول لي ايه؟ يسألني يقول لي ايه؟ B أي لون أنت تحب؟ ما يكون لونك المفضل؟ أنت تسأل صديقك عن الأدريس، عن العنوان، فماذا أنت تقول له؟ بي وسي. حلو قوي. رقم ب كلي تون أدريس، ما يكون عنوانك. ورقم سي tu habites où، بتسكن فين. ton ami de classe، صاحبك بتاع الفصل، se présente، بيقدم نفسه، فماذا هو يقول؟ صاحبك بتاع الفصل واقف بيقدم نفسه، فهيقول ايه؟ جمابيل مراد. ايوه، مراد ابني. سي علي. طب وليه ما اخترتش الاولى؟ علشان منى. عشان مؤنثة. دي منى وهو علي. ايوه يا ميسيو في راس السؤال كاتب لي ton ami، صديقك الولد، يعني لازم اختار الاجابه ولد اللي بيتكلم. يبقى الحاجات الصغيره دي ناخد بالنا منها، نخلي بالنا من اسرتنا اللي بيتكلموا جنبنا. ممكن نقفل المايك على ما يخلصوا كلام وخناق، مش لازم نكون حاضرين معاهم.
اوكي كده الدرس الاولاني انت قفلت كل الافكار بتاعته. نيجي بقى على الدرس الثاني والحصه بتاعتنا هتفصل حالا، فنوقف ثانيه كده التسجيل وبعدين نكمل على طول تاني. الدرس الثاني عندنا الدرس الثاني عندنا بيبدأ بحاجة اسمها أساليب التقديم. يقول لي tu présentes، أنت تقدم. يقول لي بقى أنا مي صديق، أو أنا مي صديقة، أو بتقدم des amis أصدقاء ولاد، أو بتقدم des amis أصدقاء بنات. ولاد إيه يا ابني في إيه يا حبيبي؟ يا ابني أنت مباشر كده معانا يا حبيبي. يلا خير، سهو انا اعتبره سهو عشان لو اتكرر هحذفك من الحصه. تي بريزونت بتقدم صديق او صديقه او اصدقاء او صديقات. انا مي او اون امي او ديزامي او ديزامي تانية. تقدم. اساليب التقديم عندنا في عندنا كذا طريقه للتقديم. اول طريقه علشان اقدم حد اقدر استخدم كلمه اسمها سي زائد اسم مفرد. يبقى انا خلاص عرفت ان كلمه سي ده اهي بيجي وراها اسم مفرد. يعني اقدر اقول سي علي، هذا علي. اقدر اقول سي منى، هذه منى. اقدر اقول سي ان امي، هذا يكون صديق. اقدر اقول سي اون امي، هذه تكون صديقه. سي ان كوبان، هذا يكون صديق. سي اون كوبين، هذه تكون صديقة. سي ان كاماراد، سي ان فوازان، سي اون فوازين. يبقى أنا خلاص عرفت إن كلمة سي ده اهي بيجي وراها اسم مفرد، سواء اسم ولد أو اسم إيه؟ أو اسم بنت، لأن معناها هذا يكون أو هذه تكون، علشان بيجيلي اختياري في الجرامير عندنا. يبقى هذا يكون أو هذه تكون. طب إيه تاني؟ أدي في عندي كلمة اسمها 3 ماشي. في عندنا كلمة اسمها سيسون. كلمة سيسون دي معناها إنهم يكونوا. يعني معنى كده يا ميسيو بيجي وراها اسم إيه؟ بيجي وراها اسم جمع. إنهم يكونوا، بيجي وراها اسم جمع، سواء بقى أسامي بنات أو أسامي إيه؟ أسامي أولاد. ثانية واحدة نلغي تركيب الرزل اللي عمال يعمله لنا ده. بس كده. يبقى كلمة سيسون دي بيجي وراها اسم جمع. ازاي؟ اقدر اقول لك سيسون علي ايه احمد، انهم يكونوا علي واحمد. اقدر اقول سيسون منى ايه ندى، انهم يكونوا منى وندى. اقدر اقول سيسون دي élèves، ce sont des élèves، انهم يكونوا تلاميذ. يبقى انا عرفت ان كلمه سي بتيجي للمفرد، انما كلمه سيسون بتيجي للايه؟ للجمع. يبقى انا لما بلاقي بعد النقط مفرد اختار سي، الاقي بعد النقط جمع اختار سيسون. عندي كلمه اسمها فوالا وكلمه اسمها فواسي. الاثنين دولت بيجي وراهم اسم مفرد أو اسم جمع. يعني بينفع أقدم بيهم أي حاجة. ليه يعني يا مستر؟ لأن معناهم ها هو، ها هي، ها هم، ها هن. يبقى أنا في عندي كلمة فواسي وكلمة فوالا بيجي وراهم مفرد وبيجي وراهم جمع عادي خالص. يعني أقدر أقول فوالا علي، ها هو علي، بس علي واقف بعيد عني شوية. اقدر اقول فوالا منى، ها هي منى. اقدر اقول فوالا علي ايه احمد، ها هم علي واحمد. نقدر نقول برضو فوالا منى ايه ندى، ها هن منى وندى. يبقى كلمة فوالا بيجي وراها اسم مفرد واسم جمع، ودي للإشارة للبعيد. إنما كلمة فواسي شخص واقف قريب مني بشاور عليه. أقدر أقول فواسي مراد، ها هو مراد. أقدر أقول فواسي سارة، ها هي سارة. أقدر أقول فواسي ميزامي، ها هم أصدقائي.
يبقى انا عايز اقول لك هنا ان كلمه فوالا وكلمه فواسي بتنفع للمفرد وللجمع، سواء مفرد مذكر او مفرد مؤنث، او جمع مذكر او جمع مؤنث. اهو فوالا مي فوازين، ها هن جاراتي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي بعد النقط كلمه مفرد اختار سي، بعد النقط كلمه جمع سي سون. عندي كلمه فوالا وكلمه فواسي بينفعوا للمفرد وللجمع. اقدر اقول اللي قدامي جو te بريزونت، انا اقدم لك، وبتحط وراها مفرد او جمع عادي خالص. انا اقدم لك، انا اقدم لك. ودي اما اكون بوجه الكلام لحد واقف قدامي. ازاي يعني؟ اهو بص كده، علي je te présente، يا علي أنا أقدم لك أحمد. أهو منى، يا منى je te présente، يا بنتي يا منى أنا أقدم لك سارة إيه ندى. يبقى كلمة je te présente معناها أقدم لك. أنا عارف إن الج معناها أنا وبريزونت معناها أقدم، أمال الت اللي أنت كتبتها لنا دي معناها إيه؟ معناها لك، أقدم لك أو أقدم لك كذا. أنا أقدم لك كذا أو أنا أقدم لك كذا. طيب عندي برضو يا مسيو كلمة اسمها je vous présente، معناها أنا أقدم لكم أو أقدم لحضراتكم، بيجي وراها مفرد أو جمع. معناها أنا أقدم لكم، أنا أقدم لكم أو أقدم لحضرتك. ودي لما أكون بوجه الكلام لمجموعة واقفين قدامي، لما أكون بوجه الكلام لناس كتير. إزاي يعني؟ لما أجي أقول لك مثلا كده علي إيه أحمد، يا علي أنت وأحمد je vous présente، أنا أقدم لكم منى. أهو يبقى هنا الفو دي معناها إيه يا مسيو؟ معناها لكم. طبعا عندي سؤال بقى للناس اللي مركزة، هو فعل بريزونتي في الجملتين الاتنين أنا صرفته مع مين؟ مع الج ولا مع الت ولا مع الفو؟ مع الج. يا مسيو ما انت قايل لنا الحصة اللي فاتت إن فاعل الجملة أول كلمة في الجملة. يعني هنا يا مسيو انت في الجملتين مصرف مع مين؟ مصرف لنا مع الج عشان هي دي فاعل الجملة. ادي اساليب التقديم عندنا. تعال نبص على الكلام ده هتلاقيني كاتبه لك بالتفصيل اهو. ادي سي واسم مفرد، سي سون واسم جمع، فواسي وبتيجي مع المفرد والجمع زيها زي فوالا. je te présente اقدم لكم، je vous présente اقدم لك واقدم لكم. طيب يجي سؤال تاني يقول لي tu identifies une personne، بتسأل عن شخص، عايز تسأل هو مين الأخ اللي واقف هناك ده. عندي 3 أسئلة معناهم من هذا ومن هذه ومن هؤلاء. 3 أسئلة معناهم من هذا من هذه ومن هؤلاء. وال3 أسئلة دولت زي بعض اسمهم كي سي، معناه من هذا من هذه من هؤلاء. كي سي هي نفسها لما أقولها سي كي، برضو من هذا من هذه من هؤلاء هي نفسها لما أقول كيس، برضو معناها من هذا من هذه من هؤلاء. إيه ده؟ ده هما نفس الإيه؟ نفس السؤال، وبسأل بيهم عن مفرد بس ولا عن مفرد وجمع؟ مفرد وجمع. عن مفرد وجمع عادي خالص. يعني الإجابة بتاعتي يا مسيو أقدر أقولها سي علي، هذا علي، وأقدر ألاقي في الإجابة كاتب لي سي سون علي إيه أحمد. أنا اللي يفرق لي هنا إيه؟ إن أداة الاستفهام كي اللي آخرها حرف الآي معناها من للسؤال عن العاقل، والآي بتاعتها ثابتة لا تتغير، وبيجي بعدها كلمة سي.
من يكون هذا، من تكون هذه، من يكون هؤلاء. تعال بص شكل الأسئلة عندي كده. السؤال الأولاني رقم 1 أهو. نقط يس، عايز أقول من هذا، من هذه، من هؤلاء. أنهي واحدة؟ اللي فيها أبوستروف. أنت لسه قايلين يا ميسيو من هذا، من هذه، من هؤلاء. بنستخدم فيها كي اللي معناها من للسؤال عن العاقل، والآي بتاعتها مالها؟ ثابتة. ميسي، يعني هي ثابتة في ثابتة. ماشي تمام. حتى بص كده السؤال الأخير أهو. ثابتة ولا اتغيرت؟ ثابتة. ثابتة. يبقى احنا عندنا هنا اهو كي حرف الاي ماله؟ ثابت لا يتغير. حرف الاي اللي في اخرها ده اهو ثابت لا يتغير، لا يتغير ابدا حتى لو بعده متحرك. يبقى كي معناها من للسؤال عن العاقل، والاي بتاعتها ثابته. تعال نشوف اللي بعده. رقم 2 جي فو، مين فاعل الجمله هنا لسه قايلينها؟ جي. جي. يبقى هنختار انهي واحده؟ تالت واحدة. ثالث واحده عشان فاعل الجمله الج. نقط ان كوبان، هو هنا قدم مفرد ولا جمع؟ مفرد. عندي واحده في الاختيارات بتنفع للمفرد وللجمع، كلمه ايه؟ أول واحدة. فواسي. سي نقط منى وسارة. بص على رقم 2 فوق كده. سيسون. سيسون. يبقى هنختار انهي واحدة؟ الأخيرة. آخر واحدة. الأخيرة. سي نقط، عايز أقول هو مين ده؟ من يكون أول هذا؟ واحدة. أول واحدة. لأن كي. أنت لسه قايلنا إن كي اللي آخرها حرف الآي معناها من للسؤال عن العاقل، وحرف الآي بتاعتها ثابت لا يتغير أبدا. جو تي، مين فاعل الجملة؟ الج. يبقى هنختار أنهي واحدة؟ تالتة. تالت واحدة. ثالث واحدة. كي نقط، حفظنا السؤال يا مس واسمه كيسي. بص اطلع فوق كده اهو. كيسي او كيس او سيكي، الثلاثة نفس المعنى. يبقى هنختار أنهي واحدة هنا في الاختيارات؟ تالت واحدة. الثالث واحدة. ادي الجزء بتاع القواعد اللي يجي لي في الدرس الثاني، جزء عبيط خالص ما فيهوش اي حاجه صعبه. امال يا مس بقيه الاجزاء فيها ايه؟ بقيه الاجزاء بتجي لك يا باشا في المواقف، ما فيهاش حاجه صعبه اطلاقا. ازاي؟ راس السؤال اللي مكتوب قدام عينك بالاحمر، pour saluer le matin. انا اول ما المح في راس السؤال كده انت تحيي le matin. كلمه le matin دي معناها في الصباح، تحيي صديقك في الصباح. تقول له ايه؟ عندنا حاجتين اتنين نختارهم، كلمة بونجور صباح الخير، و بون جورني نهارك سعيد. زي في الافلام الكلاسيكية كده القديمة اللي بالابيض واسود يقول لك نهارك سعيد يا فندم، نهارك سعيد يا هانم. pour saluer le soir، اول لما المح كلمة le soir يعني انا بحيي اللي قدامي ده بالليل، يبقى انا هختار كلمة bonsoir أو bonne soirée. soirée حرف ال N ده مكتوب غلط، اكتب مكانه or مش أكتر. bonne soirée احذفه. pour remercier، كلمة remercier معناها تشكر حد، عايز أقول له شكرا، أقدر أقول له merci beaucoup. كلنا عارفين كلمة merci شكرا. merci beaucoup شكرا كثيرا. je te remercie أنا أشكرك. pour t'excuser، لما احنا حافظين كلمة excuse شبه الإنجليزي أهي، يعتذر، لكي تعتذر من حد أقدر أقول له excuse moi عذرا، pardon آسف، désolé برضو معناها إيه؟ عذرا أو آسف. طب إيه تاني؟ ألاقي في رأس السؤال يقول لي pour prendre congé، لكي تستأذن للانصراف. واللي معاه بقى الورق يقدر يكتب الكلمتين اللي انا هكتبهم ده اهو. كلمة pour prendre congé معناها تستأذن للانصراف، او الاقيها مكتوبة لي tu prends congé معناها انت تستأذن للانصراف، بتساوي pour quitter لكي تغادر،
تساوي كلمة tu quittes. أنت تغادر. الأربعة دول معناهم أنت تستأذن للانصراف. الأربعة معناهم لكي تودع اللي قدامك. تودع اللي واقف قدامك، تودعه تقول له إيه؟ الأربعة بنفس المعنى. بور بروندر كونجي هي نفسها tu prends congé، هي نفسها pour quitter، هي نفسها tu quittes. معناهم بتودع الشخص اللي قدامك. تقول له ايه؟ تعال ما نشوف نقول له ايه. اقدر اقول له au revoir الى اللقاء. اقدر اقول له à demain اشوفك بكره. اقدر اقول له تشاو باي باي. سالي سلام يا عم. à plus اشوفك بعدين يا كابتن. à bientôt اراك لاحقا. اشوفك لاحقا. يبقى دول عشان اقول سلام. عندي ملحوظة صغيرة، ايه هي؟ كلمة سالي مالها؟ ليها معنيين اتنين، معناها اهلا ازيك، ومعناها كمان ايه؟ سلام. يعني تنفع لما اجي اسلم على حد بالنهار او بالليل، وتنفع برضو لما اجي اودعه، بس استخدمها للناس اللي من سني او للناس القريبة مني. يعني انا ما ينفعش اقابل المدرس بتاعي في المدرسه اقول له سالي ازيك، ما تنفعش خالص. ما ينفعش اجي اقول للمدرسي سلام يلا باي باي اقول له سالي، لا. امال ايه؟ كلمه سالي اقولها لصاحبي اللي انا بروح معاه دروسي ومدرستي، اقولها للاسره بتاعتي علشان احنا واخدينها على بعض، اقولها لقرايبي، عمي خالتي ولاد عمامي ولاد خالتي، ناس قرايبي حبايبي قوي. وبرضه لما تيجي تقابل حد في الشارع انت ما تعرفوش تقول له ازيك اهلا، ما ينفعش اقول له كلمه سالي دي خالص. سالي بستخدمها للناس القريبه مني اللي من نفس من سني او اهلي واسرتي. دي كلمه سالي. طب يا ميسيو، هي الاسئله تجيلي على الحته دي في المواقف ازاي؟ تعال نبص عليه. ميسيو لو سمحت. نعم. طب لو عايزة مثلا أقول سلام أو ازيك لحد كبير أو يعني أهو. حد مش من سني، ما ينفعش أقول أقول إيه بقى؟ اهو بقيت اساليب السلام دي كلها اللي تحت خالص ده اهي. تمام. اقدر اقول له اورفوار، دي اسمها تحيات رسميه بقى. اورفوار، ا دومان، ا بليس، ا بيانتو. وفي عندنا في بدايه الصفحه فوق لسه هنا هتلاقي كلمه ا تو تالور اهي. ا تو تالور معناها اراك ايه؟ اراك قريبا. عندي برضو في المواقف يقول لي صديقك سي بريزونت، صاحبك قدم نفسه. واحد وقف يقدم نفسه، فانت تقول له ايه؟ طبعا بالعربي بنقول له ايه؟ انشانتي، تشرفنا. اقدر اقول له بيانفيني، مرحبا بيك، اهلا بيك. تعال نشوف الحاجات دي تيجي في المواقف ازاي. الموقف الاولاني tu salis ton ami، تحيي صديقك لو ماتان. قلنا لو ماتان معناها في الصباح، يبقى نختار بي سي. بونجور وبونجورني، صباح الخير ونهارك سعيد. تي ريميرسي، بتشكر صاحبك، عايز اقول له شكرا. Je te remercie. Merci يبقى رقم beaucoup. بي ورقم سي برضه. Si. نسيب رقم 4 لسه هنشرحه. Tu salues ton ami le soir، في المساء. يبقى Bonsoir. Bonne soirée. و bonne soirée. تعالى بقى هنا. Tu salues ton professeur، بتحيي مدرسك، بتسلم على مدرسك، تقول له ايه؟ Bonjour monsieur. Bonjour Bonne monsieur journée. و bonne journée monsieur، اللي هي دي. طب وليه ما اخترتش الأولى يا ميسيو؟ الأولى دي معناها مساء الخير يا أستاذ. هو مدرسك ده بتقابله بالليل ولا بالنهار في المدرسة؟ بالنهار في المدرسة، ما ينفعش أختار مساء الخير. اللي بعدها تيت اكسكيوز، ما أنا عارف إن كلمة اكسكيوز دي في الإنجليزي معناها بعتذر، يبقى هنختار Et باردون و اكسكيوز موا. تمام. تي برون كونجي، تودع مدرسك، عايز اقول له باي باي بقى يا استاذ، باي باي يا مستر. au revoir. À plus monsieur. اورفوار
إلى اللقاء. à plus monsieur. أشوفك قريبا يا monsieur. tu demandes. تطلب من صاحبك إنه identifier يقدم صديقه. يعني عايز تقول له هو مين صاحبك ده؟ من هذا؟ من هذه؟ من هؤلاء؟ فماذا هو يقول؟ هو يرد عليك بقى يقول لك إيه؟ أنت سي سألت. مون امي علي. أيوه سي مون أمي وسي علي. ان كودين دو كلاس. وهذا مارك صديقي في الفصل. تعال نشوف. tu quittes tes amis. تغادر أصدقائك. تودع أصدقائك. عايز أقول لهم سلام يا شباب يلا باي باي. au revoir والسلام. au revoir و salut. حلو. tu présentes. خلي بالك بقى بتقدم مين؟ une amie. صديق ولا صديقة؟ صديقة. صديقتك فين؟ في الفصل. صاحبتك في الفصل. ايه ماشي. هذه منى زميلة. او هذه صديقتي في المدرسة. عشان احنا حفظنا كلمة ليسيه معناها مدرسة ايه؟ ثانوية. انت تقدم صديقك بتاع النادي. يعني بيلعب معاك رياضة. يبقى تختار. بي. ماشي. هذا مارك صديقي في التنس. سي. وسي. هذا علي صديقي في كرة القدم. انت تسأل صديقك. لا سيب رقم 12 دلوقتي لسه هنقولها. 13. تودع أصدقائك بتوع المدرسة. ciao à bientôt. تشاو و أبيانتو. tu présentes. تقدم صديقة في الفصل. c'est Mona un camarade. هذه منى كاماراد. voici Nada. فاسي ندى برضو صديقتي في المدرسة. تقدم 2 من الأمي. 2 من الأصدقاء. أصدقاء ولاد ولا بنات هنا؟ ولاد. ولاد. بتقدم صديقين ولاد. بي و او. رقم ب. أقدم لكم علي وأحمد. و ها هو مارك وبيير. نسيب 16 برضو ونسيب 17 و18 تعالى هنا. تطلب من صديقك إنه يقدم صاحب. فماذا تقول له؟ بتطلب من صاحبك إنه يقدم الواد زميله. فعايز تقول له هو مين ده يا ابني؟ بي و بي. كي سي و سي كي. أنت تقدم صديقة في الفصل. بتقدم زميلتك في الفصل. يبقى تختار الأولى. أول واحدة كلمة فوازين معناها جار في المكان اللي أنا ساكن فيه. ومعناه اللي قاعد جنبي في فصلي. وهنختار إيه؟ ميسي. نعم. هي مش المفروض تدي. هو هنا بس أنا غلطت في الإجابة بتاعتها في الكلمة بتاعتها الأخيرة دي بس مش أكتر. طيب تعالى بقى ادي كده الحته اللي فضلنا في الدرس. ايه هي؟ بس فاضل لك حته صغيره. درس لذيذ وجميل ما فيهوش اي حاجه صعبه. هي الفكره كلها في الدرس الاولاني على ما بتفهم الدنيا ماشيه ازاي. وبعد كده بتلاقي بقيه الدروس كلها سهله جميله. يجي لي في راس السؤال الحته اللي فضلنا بقى اللي انا ما جيتش ناحيتها بالاصفر على الناحيه الثانيه دي. بس يا خديجه بلاش لعب في الشاشه. بور ديموندي ليتا دي سونتي. احفظ كلمه ايتا دي سونتي معناها الحال. الحالة الصحية. تسأل صاحبك عن الإيتا دي سونتي أو تسأله عن لي نوفيل. نحفظ إن كلمة نوفيل معناها الأخبار. أحواله. البنوتة خديجة كخ كده يا ماما. تسأل صديقك عن الإيتا دي سونتي يعني الحال أو النوفيل يعني الأخبار. بيجي لي فين يا ميسيو السؤال ده؟ بيجي لك يا باشا في المواقف. أنت تسأل صديقك عن الحال فماذا تقول له؟ أقدر أقول له كومون سافا. يبقى أنا عرفت هنا كلمة كومون معناها كيف إيه؟ كيف حالك؟ كومون سافا. أقدر أقول له كومون فاتي. برضو كيف حالك؟ كومون تاليفو. كيف حال حضرتك؟ سافا. أنت كويس؟ يبقى أنا عندي الأربعة دول أسأل بيهم صاحبي عن الحال. طب الكلام ده فين؟ تعالى ننزل تحت كده أهو.
جملة رقم 3 اللي أنا كنت سايبها، تسأل صديقك عن النوفيل، عن الأحوال، بس دي هنا هنختار الإجابة، يبقى استنى على دي. تبقى بي. استني، لا دي لا، استنى، عشان دي هيختار فيها إجابة، أنا عايز اللي فيها سؤال. أهي رقم 12 دي، تسأل صديقك عن الأخبار بتاعته، فماذا أنت تقول له؟ عايز تقول له كيف حالك، يبقى هنختار أنهي واحدة؟ بي او بي comment ça va، ورقم E comment vas-tu، بتجيلي بالشكل ده. دلوقتي أنا سألته، طب افرض بقى جه قال لي هو يرد عليك، هو يجاوب عليك، أو يقول لي صاحبك بيعبر عن حالته الصحية، يجي لك في راس السؤال اللي مكتوب بالأصفر ده، لكي تعبر عن الحالة الصحية بتاعتك. عندك إجابات كتيرة بقى، أقدر أقول له ça va bien، أنا بخير. ça va super bien، أنا بحالة رائعة جدا. أقدر أقول له ça ne va pas، أنا مش بخير. comme ci comme ça، نص ونص، شوية من ده وشوية من ده. بخك، يد القرف، يد النيلة. ça va très bien، أنا بخير جدا. ça va mal، أشعر بحالة سيئة. je vais bien، أنا بخير. بف، يد الخنقة، يد الزهق. عارفين كلمة بف دي شبه بالظبط أوف، ما أوف اللي احنا بنقولها دي لما بنكون زهقانين، هي شبهها بف دي. يبقى دول عشان أعبر عن إن أنا كويس أو إن أنا مش كويس. تعالى بقى رقم 3 أهو، تسأل صديقك عن الأخبار، فماذا هو يرد عليك؟ سألته عن حاله، هو هيرد عليك يقول لك إيه؟ سي ça va bien merci وكم سي كم سا. ça va bien merci، أنا بخير، وكم سي كم سا، نص ونص. فين تاني يا رب؟ ورقم 12، تسأل صديقك عن الأخبار أو أحواله، فماذا هو يرد عليك؟ سي. سي je vais bien، أنا بخير. ورقم دي بف ça va mal، أشعر بحالة سيئة. تسأل صديقك عن الإيطاء دي سونتي، تسأله عن حالته الصحية، فماذا تقول له؟ عايز تقول له أنت عامل إيه؟ ça va ça va بي وبي. ايوه انت كويس. ورقم ب je vais bien، انا كويس. et toi، وانت. طيب 18، tu ne vas pas bien، اول لما تلمح الن والبا المكتوبين دول للنفي، يعني انت مش كويس، يعني حالتك سيئة، فماذا تقول؟ اي ودي. et je ne vais pas bien، قلنا الن والبا دولت للايه؟ للنفي، يعني انا دي. مش كويس. ورقم د بف، يد القرف، سافا مال، اشعر بحالة ايه؟ بحالة سيئة. ادي الدرس التاني بتاعك، درس سهل وجميل ما فيهوش اي حاجة صعبة، افكاره كلها تجي لك في المواقف زي ما انت شفت كده، والجزء بتاع الجرامير الاولاني اللي احنا شرحناه في البداية. في حد عنده اي صعوبة في اي جزئية يا اولاد؟ لا ميرسي ميس. ادي كده الدرس ده. الحصه ان شاء الله اللي هي بعد بكره بتاعت يوم الاثنين ناخد الدرس الثالث، درس لذيذ قوي. ضروري انك تحفظ لي الصفات الشخصيه اللي موجوده في الدرس والافعال. الاثنين دول هيسهلوا عليك جدا فهم الجزء اللي احنا هنشرحه باذنك يا رب. درس جميل بيعتمد على اختيار الصفه مذكر ومؤنث زي ما احنا شرحنا بالظبط الصفات بتاعت الالوان النهارده. هتلاقيه خلص معانا هوا على طول كده باذنك يا رب. اوكي يا شباب؟ اوكي نراكم ان شاء الله الحصه اللي جايه باذن الله. سالي هي اللي تنقرسي، مش احنا قلنا سالي دي ما ينفعش للمدرس؟